واضح إنه مريم القرآن كانت تلعب حديد، كانت قاعدة تحت النخل عم تولد لحالها بدون مساعدة، مرة تعبانة منهكة حامل بالشهر التاسع وجوعانة، فإذ بيقلها بالقرآن: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي جذع نخلة؟ انت بتعرف شو يعني، شو عم تحكي؟ نخلة وزنها بين 100 وال400 كيلو، ولا 10 رجال بيهزوا جذع نخلة. بالكتاب المقدس كله بالإنجيل إذا بتدوروا بفترة مريم العذراء قبل 2000 سنة ولا في لفظ أبدا لا نخيل ولا تمر. بيقول لك لا، تمر فلسطين من أشهر أنواع التمور، زرعتوه بعدها. يعني في كتير أمور تمت بعد كتابة القرآن لحتى تكمل الصورة. بس حدا يجي يحكي موضوع يسكت. طب شلون لكان بالإنجيل رموا للمسيح أمامه سعف النخل؟ النخل هو شجرة قصيرة بتجي تستخدم فقط للزينة وما بتخرج تمور.